أنا النهاردة جاي أقول لك على حاجة عرفتها عن الصلاة خلتني أستنى وقت الصلاة واللحظة اللي هقف فيها بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى بفارغ الصبر. حاجة لو عرفتها والله ما هتبطل صلاة أو تأخرها عن وقتها. لو أنت بتصلي وتبطل أو بتكسل أو حاسس إن الصلاة تقيلة، أوعدك إن بعد الكلام اللي هتسمعه ده هتتغير تماما. لو تعرف حد مش بيصلي أو مش منتظم في الصلاة، أرجوك ابعت له الفيديو ده فورا، لأن الدال على الخير كفاعله. السر كله استخبى في حديث قدسي قاله لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة. قال الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. أنت متخيل الجمال؟ أنت متخيل إن ملك الملوك بيكلمك أنت شخصيا ويرد عليك آية بآية؟ أظن بعد السر ده مفيش حد هيفرط في الصلاة تاني أبدا. احفظ الفيديو ده عندك عشان يفكرك دايما، واكتب في التعليقات: اللهم اجعل قرة عيني في الصلاة، واعمل شير لكل واحد بتحبه. لو صليت الفجر بعد شروق الشمس على الساعة 7 الصبح، أصلي ركعتين الفجر بس ولا أصلي الأول ركعتين السنة؟ أولا، واجب على كل مسلم أنه يحافظ على الصلاة في أوقاتها، فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، لأن التعمد تأخير الصلاة من كبائر الذنوب، بخلاف الإنسان اللي بينسى الصلاة أو ينام عنها غير متعمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. بناء على ذلك، من استيقظ بعد طلوع الشمس فليصلي سنة الفجر أولا، ثم يصلي الفريضة. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وأصحابه غلبهم النوم في سفر، فلم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، فصلوا ركعتين سنة الفجر ثم صلوا الفريضة. فقال صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر، ويقصد سنة الفجر، خير من الدنيا وما فيها. وفقنا الله وإياكم إلى الصلاة في أوقاتها والمحافظة على صلاة الفجر وسنة الفجر. بالله عليكم، كل واحد بيشوف الفيديو ده يحذر ويحذر غيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك 3 جمع متتالية متهاونا طبع الله على قلبه، والطبع على القلب لا يستقبل خير ولا يرد شر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه تسيب الصلاة؟ ليه تسيب الصلاة وهي أهم حاجة في حياتك؟ أكتر حاجة بيسعى الشيطان إن هو يضيعها عليك ويسرقها منك هي صلاتك. الشيطان عارف إن صلاتك لو ضاعت كل حاجة بعدها هتضيع. يقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: الصلاة عمود الدين، من أقامها فقد أقام الدين. كما قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. فالصلاة تزيد الطمأنينة والثقة بالله وحسن الظن بالله، لأن أقرب ما يكون العبد من الله وهو ساجد. والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة حائل بينك وبين الذنوب والمعاصي. الصلاة أعظم شعائر الإسلام، وثاني أركانه بعد الشهادتين، وأعظم الطاعات. من حفظها حفظ الدين، ومن أضاعها أضاع الدين. فمن حافظ على صلاته كانت له نورا ونجاة يوم القيامة. الصلاة بها ترفع الدرجات وتضاعف الحسنات وتكفر السيئات. فيقول صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم
يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه. قال فذلك مثل الصلوات ال5 يمحو الله بهن الخطايا. فالتفريط في الصلاة من أعظم أسباب البلاء والشقاء في الدنيا. الصلاة مش بس أوامر ونواهي، الصلاة موعدك مع الخالق سبحانه وتعالى. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فترك الصلاة المفروضة عمدا أعظم عند الله من اسم قتل النفس وأخذ الأموال والزنا وشرب الخمر. تارك الصلاة يتعرض لسخط الله وخزيه في الدنيا والآخرة.